اليوم خطر على بالي أكلة حلو رهيبة عن جد. أنا هي بعملها من زمان كتير وكتير مكوناتها بسيطة، يعني بس بسكويت وكريمة شانتيه وشوكولا وقشطة وشوية نسكافيه. جيبوا الغراض وتعوا حضروها معي لأنه رح تدعولي بعدين. هلا أنا هي بسميها تراميسو الكذاب أو السريع لأنه كتير بتشبه طعمة التراميسو، بس هي أسهل بكتير وصراحة بحسها أطيب. أول شي بخفق الكريمة شانتيه، حطيت 4 ظروف كريمة، كل ظرف هذا وزنه حوالي 70 جرام. حطيت لكل ظرف نص كاسة حليب بارد، وبعد ما خفقتها حطيت لها معلقتين نسكافيه، ورجعت حركتها وحطيتها بالبراد لأخلص بقية المراحل. دوبت هون معلقة نسكافيه بمي وبلشت أغطس البسكويت وحطيته بأرضية البيركس. بعدين حطيت طبقة كريمة اللي خفقتها قبل شوي، وبرجع بحط طبقة تانية بسكويت، وبرجع بحط كمان طبقة كريمة تانية لحتى أخلص كل الكمية. طلعوا عندي تقريبا 3 طبقات فوق بعض، 3 طبقات بسكويت وفوقهم 3 طبقات كريمة. وهيك خلصت هلأ المرحلة الأولى. وهلا رح ادوب شوكولا، قطعتها هيك قطعه صغيره، اي قالب شوكولا عندكم بس تكون طيبه. دوبتها بالميكروويف وخلطت معها علبه قشطه، خلطتهم منيح مع بعض وصبيتهم هيك على الطبقه الاخيره، ومديتها هيك شوي، مستها شوي شوي بالمعلقه لحتى تعطيني هيك شكل حلو. وهلا جينا بقى على مرحله الزينه. التزيين خطر لي هيك اطحن بسكويت واحط هيك قص ورقات بشكل مستطيل واحطهم هيك بالورب، وعبيت الفراغات بالبسكويت. طلع الشكل كتير حلو عن جد. يعني انا من قبل كنت اعملها هيك خطوط مستقيمة، اليوم قلت بعملها هيك بالورب. وهيك خلص الشكل النهائي. يا سلام، إلهي سلم إيديك يا مرور، شي بشهي القلب. لسه الطعمة على أطيب بكتير. هلا بنحطها بالبراد بقى أقل شي 5 ساعات، وبعدين جربوا الطعمة الخطيرة.